تاني يوم يا معلم فرانك بدأ يشتغل في الورشة ويظبط فيها. من الآخر بنعرف إن فرانك قبل الوظيفة علشان خاطر الحلوة كورة اللي تسحر أي حد بجمالها وحلاوتها. ومع الأيام فرانك كان عاوز يتكلم معاها بأي طريقة ويفتح معاها أي حديث عشان يتعرف عليها. علشان كده راح عندها وعمل حجته إن هو عاوز شوية صابون سايل ينظف بيها الورشة. وفعلا ابن اللئيمة قرب منها واتكلم معاها وكمان بدأ يتعرف عليها. وقتها فرانك قال لها: نفسي أسألك سؤال محيرني، انت جميلة جدا ولسه صغيرة وزي القمر، ازاي متجوزة واحد عجوز زي نيكي؟ وقتها كورة اتعصبت جدا من كلامه وعرفت ان فرانك واحد مش سهل لانه جريء جدا في الكلام، وفكرها بالحاجة اللي دايما مزعلاها وحزينة طول عمرها بسببها. علشان كده سابته ومرضتش ترد عليه. وبعد كده بيجي الليل يا معلم، وفرانك كان سهران ومتجاي له نوم، وشاف نيكي الراجل العجوز بيهزر ويضحك مع الحلوة مراته. لكن في نفس الوقت شاف كورة وهي حزينة وزعلانة ومش مندمجة جدا مع نيكي، وحس إن هي في ملكوت تاني ومغصوبة على أمرها. فجأة ومرة واحدة الهوا والريح ضربوا اليافطة بتاع المطعم واليافطة وقعت على الأرض. تاني يوم الصبح بنشوف الراجل العجوز نيكي زعلان جدا على اليافطة وعمال يتكلم في نفسه. راح فرانك راح عنده وحاول إن هو يهديه وقال له: يا عم اهدى شوية وما تزعلش، دي يافطة قديمة وما تعملش في نفسك كده. وفرانك طلب منه يعمل واحدة جديدة بدل ما يصلحها عليها اسم المطعم بنور ظاهر يشد الزبائن وبخط كبير. ساعتها نيكي عجبته الفكرة جدا وقرر ان هو يعمل واحدة جديدة، وبالفعل خد عربيته ونزل المدينة علشان يتفق على يافطة تانية. في المشهد اللي بعد كده يا ريس فرانك انتهز الفرصة وراح المطعم عند كورة علشان يتكلم معاها ويعرف ايه حكايتها. وفعلا بدأ يقفل أبواب المطعم علشان مفيش حد من الزباين يدخل عليهم، والشيطان بدأ يلعب ويسيطر على فرانك. وبصراحة البنت حلوة وتغوي أي حد، وبدأ يقرب منها ويتكلم معاها وقال لها: نفسي تجاوبيني على سؤالي، انت ليه اتجوزت الراجل العجوز ده؟ وقتها كورة لما شافته قافل أبواب المطعم والشيطان مسيطر عليه خافت منه جدا. راح فرانك طمنها وقال لها: ما تخافيش مني، انا عارف انت حزينه ليه. وبدا ابن اللعيبه يثبتها ويبص في عينيها ويقول لها كلام حلو ومعسول، وهي عشان محرومه وما سمعتش الكلام ده من زمان بدات تندمج معاه وعرفته ان هي من اسره فقيره، واهلها غصبوها ان تتجوز الراجل العجوز نيكي علشان خاطر الفلوس اللي معاه، وتضحي بشبابها وعمرها عشان خاطر عيلتها، وعشان خاطر ان هي كانت بتحب عيلتها قبلت تعمل كده. واتجوزت راجل عجوز فرق 30 سنه بينه وبينها. بعد كده واحدة واحدة فرانك بدأ يقرب منها والكلام عجبها وسلمت نفسها ليه، والواد كان من سنها وروى عليها وعوضها حرمانها ومشاعرها اللي نسيتها بقالها زمان. وهي كانت فرحانة جدا كأنها عروسة ليلة دخلتها، عمرها ما سمعت الكلام الجميل اللي بيقوله فرانك. وفعلا فرانك ابن اللعيبة دلعها على الآخر وروى عليها وظبط مسمار النص بتاعها لأنه ميكانيكي.